خطتي هقولك على حاجة. حتة هيشان الشعر بعد الشاور، يعني عن تجربة ما بتخرجش من 3 الحاجات اللي هقولك عليهم دول دلوقتي. الحاجة الأولى ان انا بستخدم شامبو وكونديشنر مش مناسبين معايا. الحاجة التانية ان انا مش برطب شعري كفاية او برطبه بطريقة مش مناسبة ليه. التالتة ان روتين شعري بعد الشاور في حاجة غلط. بالنسبة ان انتي لسه محتاجة تعرفي نوع شعرك ايه، هسيبلك صورة هنا اعرفي نوع شعرك منهم ايه، وبعد كده ابتدي جيبي الشامبو والكونديشنر بناء على نوع شعرك. تاني جزئية الترطيب عن تجربة والله العظيم. في حاجتين هقولك حلوين انا بعملهم. اول حاجة نظام ال LOC اللي انا كنت عاملة فيديو عليه قبل كده، ده تحفة في ترطيب الشعر، والله والله جاب نتيجة من اول اسبوع. حرفيا انا ماشية عليه على فكرة بقالي اكتر من شهر، وكنت عايزة انزل فيديو عليه بس مرضتش انزل غير اما اتأكد ان هو هيجيب نتيجة حلوة. حاجة مثلا لو انتي بتغسلي شعرك 3 مرات في الاسبوع، ما يبقاش ال3 مرات بشامبو، اغسلي مرتين بس بشامبو، والمرة التالتة خلي شعرك مترطب شوية بالمية، وحطي هير ماسك وسيبيه على الاقل نص ساعة على شعرك. بس ما تزوديش فترة طويلة لان هي كيميكالز برضو مش صح تبقى كتير على شعرنا. بس البسي بونيه على شعرك بحيث ان هو ما ينشفش من الهواء، انه لا يقعد مترطب اكتر وقت ممكن. ايه روتين بعد الشاور. فهقولك على حاجة، لو انتي بتتبعي تكنيك ان انتي تستني لما شعرك ينشف 100% بعد كده تسرحيه، انا عن تجربة مثلا الناس كلها بتمشي التكنيك ده حلو قوي مع شعرها، انا حرفيا دمر لي شعري، قطعه وخلاه جاف، وكنت لما اجي اسرح شعري كان بيقع كتير جدا في الفرشة. فجربي تخلي شعرك مترطب شوية وسرحيه، وجربي برضو التكنيك اللي قلتلك عليه اللي هو ال LOC، هتلاقيه تحفة معاكي.